الاتحاد الافريقي لكرة القدم إلى أين؟ وماذا تريد؟ ولماذا تغتال أحلام المواهب وأحلام المنتخبات العربية؟ بالأمس شاهدنا مباراة الجزائر ونيجيريا. لماذا دائما وأبدا تضعون يا الاتحاد الافريقي بصمة عار في كل مناسبة؟ ولماذا بالتحديد المنتخب الجزائري؟ في 2022 قبيل كأس العالم كانت هناك بصمة عار في مباراة الجزائر والكاميرون، واغتلتم أحلام الجزائريين وقتلتم طموحهم ومنعتوهم من الوصول إلى كأس العالم التي أقيمت في قطر عام 2022. وبعدها اعترف رئيس الاتحاد الافريقي رئيس الاتحاد الكاميروني سامويل إيتو، وقال: نحن فعلنا بمساعدة الاتحاد الافريقي. وهذه الكرة تعود مرة أخرى. بالأمس لماذا التحكيم الافريقي يمشي بالتبعية؟ لماذا التحكيم الافريقي يذهب أو يدار بأطراف تتبع الأطراف؟ لماذا يقحمون أمور أخرى في أمور الرياضة؟ اجعلوا كرة القدم سهلة، كما يقول الاتحاد الدولي إن كرة القدم لعبة الفقراء. الآن لن تكون بهذه الصورة، ما نشوفها لعبة الفقراء، نشوفها لعبة الأيادي الخفية، لعبة المؤامرات، لعبة من يكون أقوى. شاهدنا في الملحق الأسيوي لتصفية كأس العالم كيف جرت أمورها والكل يشهد على ذلك. والآن تعود الكرة في بطولة أفريقيا. لماذا الاتحاد الأفريقي لا يلجأ إلى حكام من أوروبا تفاديا للمشاكل؟ لماذا تغتالون المواهب؟ لماذا تقتلون الطموح؟ لماذا تظلمون أيضا المنتخبات، وبالأخص المنتخب الجزائري تعرض لظلم؟ قرار قد يغير من أحداث المباراة، قرار قد يمنح أفضلية، قرار قد يعطي بلد الوصول إلى أبعد من كذا. الغوا التبعية، اجعلوا كرة القدم نزيهة. وإلى متى سيظل المنتخب الجزائري العربي يتجرع هذه الظلمات، يتجرع من الوصول إلى أشياء أكبر وأكبر؟ إلى أين يا أيها الاتحاد الأفريقي؟ إلى أين يا أيها التحكيم الأفريقي؟ كفاكم عبثا، كفاكم عبثا، كفاكم عبثا. إلى رجال المنتخب الجزائري، كفيتوا ووفيتوا، وأنا على يقين أن القادم أفضل، وكأس العالم القادمة ستكون لكم بصمة كبيرة ومشرفة. تحياتي للمنتخب الجزائري وأهل الجزائر. نيجيريا تعبر إلى دور نصف النهائي في كأس أفريقيا في المغرب لملاقاة منظم البطولة المنتخب المغربي. اليوم نيجيريا فاز على منتخب الجزائر بهدفين مقابل لا شيء في مباراة كبيرة للمنتخب النيجيري. منتخب نيجيريا اليوم قدم مباراة قوية برشا على الصعيد الدفاعي، على صعيد وسط الميدان، لأنه اليوم قبل ما نوصل نتحدث على قوة هجوم نيجيريا، أوزيمان وإلا لوكمان وإلا أكور أدامس، نتحدث أنه اليوم منتخب نيجيريا واجه منتخب من أقوى المنتخبات الموجودة حاليا في القارة الإفريقية، وهو المنتخب الجزائر، وكان مرشح وبقوة. حتى اليوم قبل المباراة على الورق المباراة كانت 50-50، لكن في كل مباراة كرة قدم في الرياضة بشكل عام وفي كرة القدم هنالك في مثل هذه المواعيد فريق يكسب وفريق يخسر. اليوم الفريق الأفضل هو نيجيريا، هو الذي كسب المباراة، كسب الرهان، يمر إلى الدور نصف النهائي بثنائية
رائعة. قبل ما نوصل نتحدث قلت على الهجوم، نتحدث على باسي، نتحدث على أجايي في وسط دفاع منتخب نيجيريا، نتحدث على أونيكا على الرواق، نتحدث على في وسط الميدان القائد نديدي والبريس المتواصل حتى خرج في اللحظات أو في العشر دقائق الأخيرة. إيوبي مباراة كبيرة برشا اليوم في وسط الميدان. ثم نجد لوكمان وأكور أدامس وعراب المنتخب، تحسه هو المسؤول، هو مدير عام المنتخب. أوسيمهان، فيكتور أوسيمهان الذي افتتح التسجيل. مباراة قوية برشا اليوم لمنتخب نيجيريا. صراحة المنتخب الجزائري لديه الإمكانيات، منتخب الجزائري منتخب عتيد، لكن اليوم لم نشاهد صناعة هجمات خطيرة على المنتخب النيجيري. المنتخب الجزائري تحسوا أنه كان مرهق. القاء أمامه منتخب أفضل اليوم، القاء أمامه منتخب أقوى اليوم، منتخب حتى بدنيا فريش أكثر منتخب نيجيريا اليوم. لا يجب أن يخجل المنتخب الجزائري من هذه الهزيمة. كما قلت منتخب نيجيريا يعتبر من أقوى المنتخبات حاليا في البطولة. منتخب الجزائر لديه الإمكانيات، وحي رفيق صايفي المحلل بما أنه أعطى كريدت لمنتخب نيجيريا، قال كان أفضل منا. يعني صراحة يعني هذا الكلام الدقيق الصحيح، التحليل بشكل عام وسريع. قال خلاصة قول مدرب الكونغو يتهجم على منتخب الجزائر ويتوعدهم في المباراة القادمة التي ستجمعهما في دور 16 من بطولة أفريقيا الصارية حاليا في المغرب. هذا المدرب معروف جدا ولديه الكثير من التجارب. قال أنه درس منتخب الجزائر وأنه لديه الخطة لكي يوقفهم ويوقف زحفهم بعد الثلاث انتصارات التي حققوها في دور المجموعات. الجزائر خرجت من دور المجموعات ب3 انتصارات 9 نقاط، سجلوا 7 أهداف، استقبلوا فقط هدف وحيد، وسيتقابلون مع ثاني المجموعة الرابعة منتخب الكونغو الذي حصل على 7 نقاط خلف منتخب السنغال الذي تأهل متصدرا بفارق الأهداف. بينما المباراة التي جمعتهما بينهما انتهت بالتعادل السلبي أو التعادل الإيجابي 1-1. بالرغم من أن منتخب الكونغو كان متقدم. منتخب الكونغو منتخب متطور وقوي جدا، يجب احترامه وأخذ الحيطة والحذر من هذا المنتخب لأنه تطور كثيرا في السنوات الأخيرة. منتخب طالما نعرف مثل ما قلت لكم أنه قوي جدا، وسيقابل منتخب الجزائر في الدور 16 والفائز بينهما سيواجه الفائز من مباراة نيجيريا مش عارف أي فريق آخر، المهم نيجيريا التي هي أيضا طلعت متصدرة من مجموعة تونس، وستقابل يعني فريق يعني أعرف مجموعتهم أو مباراتهم سهلة، يعني نسبة صعود نيجيريا أكبر وأكبر. ويعني من الغريب جدا أنه الفريقين الوحيدين الذين حصلا على 9 نقاط أو النقاط الكاملة في دور المجموعات يمكن أن يتقابلوا في ربع النهائي وليس في نصف النهائي، اللي هي الجزائر ونيجيريا. ويمكن أن نشهد لقاء أو مواجهة عربية في نصف النهائي. المنتخب التونسي ودع على يد منتخب مالي الذي سيواجه منتخب على ما أعتقد مباراتهم ستكون ضد السنغال. والمباراة الثانية التي تحددت اليوم في ربع النهائي هي منتخب المغرب الذي فاز على تنزانيا بهدف نظيف، سيواجه منتخب الكاميرون. مباراة هي أيضا قوية جدا وستكون أول نصف نهائي في تلك الجهة. كل توفيق للمنتخب الجزائري في باقي المباريات.